بعد ما شفناها في مسلسل للموت، هذه المرة غادي ترجع لنا ماجي أبو غصن في عمل جديد أمل. أمل هو تأدي فيه شخصية ماجي أبو غصن في شخصية إعلامية تقوم بتقديم البرامج، وغادي تظهر على قضية جد مثيرة للجدل. أنا ما غاديش نحرق عليكم الأحداث، ونحب دائما أني ما نحرقش الأحداث على المتابعين حتى تتابعوا العمل وتشوفوه. اللي جذبني للعمل خصوصا أنه تعاطى مع القضايا المثيرة للجدل. يعني كما تعرفون أنه أنا نبغي المسلسلات اللي تكون مثيرة للجدل بشكل كبير جدا، خصوصا أنه في شهر رمضان هذا النوع من المسلسلات لما تجتمع العائلة، لما يكون الأنظار كلها نحو التلفزيون، فدارت الجدل والتحدث عن القضايا الخاصة بالمرأة والقضايا اللي تمس الأسرة العربية جد مهم. من المهم جدا أن يتم التعاطي معها في أعمال الرمضانية. يتكلمنا على هذه القضايا المثيرة للجدل. وعد البنات يعني رغم أنه مر عليه آلاف السنوات، ولكن إلى حد الآن لا يزال موجودا. هل تصدقون بذلك؟ فهذا العمل قد يخلينا، هذه كنقطة مثلا قد تخليكم تنجذبوا لمتابعة هذا المسلسل. المسلسل من إنتاج إيجل فيلمز، وهذه الشركة الإنتاج من إنتاج جمال سنان. تقدم لنا دائما مسلسلات مثيرة ورائعة، نتذكر منها مسلسلات سورية، مسلسلات لبنانية مشتركة، بعض المسلسلات الخليجية وحتى المصرية. شركة رائعة جدا في إنتاجها، ودائما تعطينا ثقة مع جمال سنان أنه أي عمل يقوم بإنتاجه يكون رائع ومميز. الكاست في العمل كانوا مميزين، عندك خضر، عندنا نشوفه كارول عبوس. العمل غادي يجذبنا لمتابعته، حتى أنه تعرفوا أنه في الكومنتات لما ظهر العمل على مواقع التواصل الاجتماعي في انستغرام، قمت بالتعليق على شخصية كارول عبوس، كتبت لها أنه جاء الرزق، فردت علي بإيموجي الحزن. فمن ذاك الوقت عرفت باللي كان سر غادي يصرى مع كارول عبوس في هذا العمل. ونتمنى أنكم تشوفوها في هذا المسلسل أمل، وتابعوا حلقات. وأيضا ممثل سوري عرفناه في بعض المسلسلات، خصوصا منها المسلسلات البيئة الشامية. عرفناه أيضا في مسلسل للموت بديع أبو شقرة اللي كان مع ماجي أبو غصن أيضا في مسلسل للموت، كان عنده رابطة محبة. شفنا أنه كان هو الشخصية الطيبة الوحيدة في المسلسل وحبينا بزاف، خصوصا أنه تمت معه بزاف نهار من تم ما لا أحرق عليكم الأحداث حتى تتبعوا مسلسل للموت مثل ما تابعتوا أنه تحزنون لفراق بديع أبو شقرة. تأديته في العمل كانت رائعة جدا. هذا الممثل هذه المرة غادي نشوفه بشكل مختلف في هذا العمل أمل، ونشوفوا كل الكاست القادم في هذا العمل. تابعوا مسلسل أمل وخبروني أيضا لمتوفرة على منصات المشاهدة مسلسل أمل، وقولوا لي وش رأيكم في الأعمال اللي تقوم بالتحدث على القضايا المثيرة للجدل في مجتمعنا. تكلموا عليه وخبروني عبر التعليقات. معكم أنا رافع محي الدين في What They Say.